بسيكو ام مؤهل لتقييم شوف كيما كان ينجم يتحط بالتي، كيما كان يتحط بسيكو ام، كيما كان يتحط دي جي كوستا، كيما كان يتحط اي رابور. ومش كان هو وحده في اللجنه معاه شكون اخرين. اما الحاجه الوحيده لازم تكون راجل، اول حاجه تكون عندك مصداقيه وتنحي الخلافات والعداوه هذه الكل، خاطر هذيك البلاصه اللي حطوك فيها امانه. مثلا ما فماش رابور انت متعارك انت وياه ولا ما يعجبكش، جا قدامك وتقول له لا، هو ينجم يكون يستحق. لازم تكون بروفيسيونيل. يعني في موضوع الراب آخر قضية يمكن آخر حاجة تم موضوع الراب مادو أمسي مينو وديكات. ساعة أمسي مادو والحومدي كان ما تعرفهاش الحكاية هذيا معناتها بالراب ولا مش راب، كي ولد حومدك يتيح ولا بشد الحبس باش تقلقك على الاخر وباش توجعك وتمنى تقول علاش هكايا وان شاء الله يخرج. لا انا اللي فهمته كيما الاخرين تعاطف، لكن هل انه نحب نفهم انه انا سمعتك تحكي وما فهمتش هل انه تعاطف مع مادو امسي ام مع القانون عام، يعني ضد القانون؟ مع ثلاثة هذوما أول حاجة، مع مادو ومع كاز ومع تيمينو. مهما إذا حتى ما نتفهموش في الراب، ولا إذا هم ما نعرفش عندهم مشكلة معايا ولا أنا ما عندي مشكلة معاهم، هذيك تقعد كوتي. المهم معناتها واحد ديما يصفي قلبه وخلي نيته صافية مع ربي ومع العباد، فهمتني؟ لا بعد يعني الموضوع التعاطف متفاهمين فيه. تعاطف على شنو؟ التعاطف معنا انهم يكونوا ربي يفرج عليهم وكل شيء ان شاء الله. ما يعني هل انه كي بسيكو ام يتعاطف مع فنانين راب كيما هذوما والتهمه هي استهلاك الزطله؟ يعني هل انه شنو راي بسيكو ام في الموضوع هذا؟ لاني انا مش انت ما فهمتنيش ما نحكيلكش علاش دخلوا الحبس. هذيك علاش دخلوا هذيك موضوع اخر. نحكي لك هما في الحبس انت شنو احساسك هما في الحبس. قلت لك تتاسف على الاخر اللي هما في الحبس، تتمنى راهم ما دخلوش، فهمتني؟ موضوع علاش دخلوا الحبس هذيك موضوع اخر. دخلوا على الاستهلاك، مش كان هما فما العباد كلها في تونس معناتها برشا عباد قاعده تستهلك وتدخل الحبس، وهذا هذا غلط اصلا. احنا ما ننكروش حتى اذا بابا ولا خويا دخل الحبس خاطر عمل حاجه غلطه، ما نجمش ننكرها نقول هما عملوا حاجه غلطه، اما نحن نتاسفوا اللي هما دخلوا الحبس وان شاء الله ربي يفرج عليهم. اخر فقرتين، لو بسيكو ام يكون رئيس دوله شنو حسب لك اول قرارات اللي اتخذت؟ امريكا تقنبل عليك من الاول كان جا رئيس دوله اول قرارات نحاول نظف البلاد من الخمس حاجات. لو بسيكو ام يعني قدر انه يكون انسان ميدياتيزي، يعني هل انه يواصل في نفس الموضوع هذا، يعني خاصة انه في يغني على المواضيع الدينية بالطبيعة. اخر فقرة هي فقرة مساج المنصف مرزوق. نقولوا بدل اليونات نتاعك، لبس اليونات. علاش نحكي معك؟ خاطر هو كنت ما نعرفش انا حتى اذا انت انتقدته في الموضوع. باش نقول لك علاش، على خاطر كنت قبل نحكيو من خير ان شاء الله. الناس اللي يحبوك ويستناو في دونجي بوبليك تقول لهم ممكن نقول لهم ان شاء الله البوم باش يعجبكم على الاخر، وباش نهبطوه في السوق يشريوه، وباش نهبطوه في الانترنت العباد اللي ما عندهاش فلوس معناتها اللي عنده يمشي يشري واللي ما عندوش يلقاه على الانترنت ان شاء الله. بسيكو محمد الجندوبي نشكروك برشا، نشكروك انك جيت معنا، يعني ان شاء الله لاباس لوالدتك نقدموا لها يعني تمنيات بالشفاء العاجل. نشكر رياض، شكرا كنت معنا. عايشك مختار. نعاود نشكر سي محمد الجندوبي بسيكو ام على الحضور في برنامج ام في تي سبيسيال. ان شاء الله يكون معنا مره اخرى باش نتوسعوا في الحديث. هنايا زاد عملت جديده 2012 عملت ضجه كلها راكبه. بسيكو ام باي باي، نتقابلوا خميس. السلام عليكم. نعتذروا يعني نعديو ديزيكستريم من اغنية محمد. قبل ما نمشيو نحكيو يعني على الراب وعلى الراب في تونس ومشاكل الراب في تونس، قبل نحكيو على الوضع في تونس توا. كيفاش تقيم محمد الوضع بعد 14 في بعد عام و3 أشهر على الثورة؟ العباد ما تحملش رد، والاحزاب سورتو، فهمتني؟ على خاطر كي نقارنوا اذا نقولوا ثوره نتاع تونس اللي هي ثوره صارت قارناها بالثورات الاخرين، نقارنوا شنو صار في سوريا وشنو اللي صار في مصر وفي اليمن وفي البلدان الاخرى الكل، نحن ما نحمدوش رب. نحن نسميها وسلكناها على الاخر، وعملنا انتخابات وجات فما حكومه، فهمتني؟
العباد ما تخممش، العباد ما تخممش معناتها في غيرها، كل واحد يدافع على المصالح نتاعو الشخصيه، من الاحزاب، من رجال الاعمال، من الاعلام. كان جالي هذا يخمم في الزوالي ويخمم في اللي اقل منه درجه، راهو حاول ضحى بشويه، قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. راهو ما يمشيش يعمل مثلا يتظاهر ما احكي لك معناتها، مش يمشي يتظاهر في لافينو. تو انت كي تتظاهر شنو تحب؟ تحب معناتها تعمل مظاهره باش تخرج الحكومه، ما هي بيج الحكومه. ديما كي نقول الحكومه ما نقول نحكيش على النهضه، ولا نحكي على حكومه جمله، وبعد فما موضوع فنرجعوا له. كي تتظاهر باش يرجعوا الشهداء معناتها يعيشوا، ما يرجعوش. تنجم فما بلاصه اخرى تنجم تدار فيها. علاش شارع الحبيب بورقيبه بالضبط؟ الخاطر الداخليه قالت منعت معناتها المظاهرات في شارع الحبيب بورقيبه، هما يمشيوا بالعاني. اول حاجه كي تمشي ماك يصير فما امبوتياج، فما عباد ما عادش تنجم تعدى من غاديك، يصير فما بالحق امبوتياج كبير على الاخر. ذي ما خزروش معناتها المواطنين الاخرين، ما خموش فيهم. ثاني حاجه الحكومه منعت التظاهر في شارع حبيب بورقيبه. تجي انت تتظاهر بالطبيعه ما يخليوكش، تعرف اللي هما باش يقولوا لك امشي، فهمتني؟ فباش يستغلوها معناتها يهولوها اعلاميا باش تولي القمع ودرا شنو وكل شيء. بالنسبه للاعلام كيف معناتها العباد ما تحملش ربي في تونس، ما يشدد حكومه. اخدم انت على روحك، خلي الانتخابات هي الفيصل، مش انت معناتها تحاول. لكن انت مش تضر في الحكومه، تضر في الشعب، فهمتني؟ والحكومه معناتها كانها بالحق قادره باش تصلح البلاد، وقادره باش تخرج من البلاد من المشاكل هذيا للبر الامان، فهي راهي باش تكمل بطبيعتها كذا مقدر لها ربي. كان هي ماهيش قادره باش تطيح بكم ولا بلاش، فهمتني؟ اللي هو على ذكر النهضة بسيكون يقول مانيش نهضوي مانيش تحريري، وفي حوارات يقول نحب النهضة وننتقد النهضة خاطر نحبها. شوف مش كان نهضة كهو النهضة ولا حزب التحرير ولا السلفية، كيف نحكي معهم كيف كان جات حزب التحرير هو اللي ربح راني نحكي عليه كيف وكان جات السلفيين هم اللي يحكموا راني نحكي عليه كيف. انا مش مشكلتي نهضة ولا تحرير ولا غيره، مش مشكلتي مسميات. مشكلتي اللي انا اريد اللي فيه حتى ريحة الاسلام شوية كيك هاو مستعد انا باش ندافع عليه، وفرد وقت ننقضه على خاطرني انا ما نقدسش اشخاص، نقدس ربي سبحانه، فهمتني؟ وسبق ونقدت حتى الشيخ راشد الغنوشي نقدت ما نحشمش كي ننقد ما نحشمش. نقدتوا في غنية ما تونيزي يعني ما تونيزي في جو بوليتيك في اللي تحب انت ما نجمش. تو نحكيو على غنية مساج ومساج 2 لكن في غنية ما تونيزي نقدت النهضة، وفي حفلة النهضة كنت تغني في ما تونيزي تقصد ما تونيزي. والله ما نحبش نرجع لا نحب نوضحوا خاطر انا شوف باش نقول لك حاجه، باش نقول لك حاجه. نحكي على المكتب الثقافي لحركه النهضه، مش على المكتب السياسي لا غيرهم. شوف اسالك حاجه، انا يمكن على خاطر نقدهم كان فما عندنا دي كونسير انيولاو لي كونسير هذوما. انا راني نعيش عادي برشا وبسيط برشا، ما نبيعش راحي لا الحزب لا شخص لا رجل الاعمال لا حتى جهه من الجهات، فهمتني؟ نحكي اللي نحسه انا، اللي نحسه بقلبي نحكيه في غنايه، فهمتني؟ عجب العباد ما عجبش هذيك تقعد حاجه اخرى. ما المهم لي انا نخرج اللي نحس فيه. لا نجم لا نهز قفه لا الحكومه اللي فاتت، لا نهز قفه لا الحكومه هذه. كنت النجم نحكي عليهم ديما بالباهي ونحاول نلمع الصوره نتاعهم، نجم تستغل الوضع ونستغل الوضع. راني تو وليت حاجه اخرى، اما ما نجمش سبحان الله ما نجمش. من صغير تربيت هكاكا مش كان حتى مع في المجالات الكل. لكن يعني المشكل انه بسيكو ام في غنيتين، في ميساج ان وميساج 2. في ميساج ان يعني حكى عن النهضه وبطريقه، وفي ميساج 2 حكى بطريقه اخرى. يعني كانت فما هناك كانوا بارادوكس نشوفوه. قل لي كيفاش البارادوكس؟ يعني من الاول من الاول قبل الانتخابات والثاني بعد الانتخابات. من الاول قلت ما رد بالك لا تستعمل الدين وتحطوا ماسك سينو اقسم بالله نطلع نقص لك راسك. وعديت بالتوفيق للعباد هذوما. كيفاش ترى مستقبل يعني الوضع في تونس، وخاصة يعني في ظل صعود برشا قضايا، مش بعض القضايا، قضايا السلفيين، قضايا كلية بنوبة،
قضايا النقاب، برشا قضايا. كيفاش ترى المستقبل؟ والله هذه قضايا فرعية تبعدنا عن المشكل الأساسي اللي هو بالحق مشكلة الزوالي في تونس، مشكلة الفقر. هذه بالحق القضية الأساسية. تراش انك انت زاده من الناس يعني اللي ما عادش نشوفوا بسيكوان مركز برشا على يمكن في اغنيه ما تونيزي ركز شوي، ركزت على المواضيع هذه، بعدت شويه على الراب اللي يغني الفقراء، يغني على الوضع. باهي ارجع لك، قلت لك المشكل الاساسي هو مشكله الزباوله الفقراء، مشكله الحريه الكرامه، هذا هو مشكله النقاب والسلفيه. انا وانت والعباد الكل نعرفوا اللي سلفي، لو سلفي مش اللي يعمل لحيه طولها 2 متر ومعبيه بالدود وما يعرف شنو ومسخه وريحته بالحلبه وسنيه صفر ما يوصلهمش ويعيط ويكفر، مش هذا السلفي. السلفي انسان، السلفيه ما هيش حزب سياسي، ما هيش فرقه من الفرق، هي منهج. السلفية هي فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان، هذا هو، وهذا يحمينا من البدع. ايش معناتها؟ معناتها شكون يفهم القرآن أكثر؟ نحن ولا عشنا توا إلا الصحابة ولا التابعين؟ هما الصحابة اللي معناتها اللي يفهموا أكثر، نحن نفهموا بالفهم بتاعهم، فهمتني؟ هذا يحمينا من البدع ومن الفتاوى اللي ما عندهاش أساس في الدين، فهمتني؟ هذه هي المعنى السلفية. خلينا باش نبدلوا نحكيو توا على الوضع في تونس وكل شيء، باش نبداو بعد شويه باش نحكيو على اول يعني اول مشاكل بسيكوام دي جي كوستا، لكن بعد ما نسمعوا الاكستريم من ستريس بوست تروماتيك.